بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم في الدرس الثالث من دورة التشفير البرمجي بالفيجوال بيزك دوت نت. إن شاء الله في درس النهاردة سوف نتعمد طرق جديدة للتشفير وعموما تطوير التشفير البرمجي. في البداية نبدأ مشروع الجديد ونسمي المشروع كمثال الدرس الثالث. في درس اليوم هيكون الاختلاف في بعض الأشياء. أول شيء هيختلف وهو الفورم. ماشي، هنستخدم حاجة جديدة اسمها الاكسبلورر فورم. ادي نيو ايتم، ثم نختار اكسبلورر فورم. اكسبلورر فورم، ايه الفرق بين الاكسبلورر فورم والفورم واحد؟ نقدر نقول ان الاكسبلورر فورم هي نفسها الفورم واحد، ولكن الفورم واحد هنا واجهة بدون اي ازرار، بدون اي واجهة سادة، بدون اي تعديلات، بدون اي اشكال، بدون اي ازرار، بدون اي تشيك بوكس، منيوز، اي شيء. اما الاكسبلورر فورم هي بها ازرار وبها منيو وبها اشياء كثيرة. ايه الاستفادة؟ ايه اللي احنا هنستفيده من الفورم او اكسبلورر؟ انا دلوقتي لو دخلت في الفورم هلاقي ان الكلاس بتاع الفورم ابيض ما فيهوش اي اكواد. طريقة بنعتمدها للتمويه على الحمايات هي اضافة اكواد وهمية. طبعا الاكواد الوهمية اسمها جانك كود. جانك كود يعني اكواد عشوائية لا لا تعمل، فقط توضع للتمويه او لتمويه الاكواد الخاصة بعملية التشفير. طبعا الجانك كود ده احنا مش محتاجين جانك كود، لان احنا لو وضعنا اكسبلورر طبعا هو في مجموعة من الاكواد هي مش اكواد وهمية. ليه؟ لانها اكواد مرتبطة بأزرار ووظائف معينة داخل الاكسبلورر، ولكنها لن نستخدمها. يعني هي موضوعة كواجهة، يعني واجهة من لماذا؟ واجهة للتمويه على الحمايات، واجهة لكي نخفي الأكواد الخاصة بعملية التشفير بجانب هذه الأكواد. تمام. نقطة بدء التشغيل بالنسبة لإكسبلورر هي إكسبلورر لود، يعني مثلها مثل فورم لود. دلوقتي احنا مش محتاجين الفورم واحد، هنحذفها. طبعا انا لو جيت عندي ايرور ليست هيقول لي فورم واحد از نوت ممبر. ليه؟ لان نقطة بدء التشغيل الخاصة بالبرنامج بتاعي مضبوطة تلقائيا على الفورم. انا هغيرها واخليها اكسبلور. دلوقتي مفيش اخطاء. في حاجة تانية، في برامج تشفير او برامج توليد سورسات. احنا هنبدأ مدخل بسيط، يعني على الدرس التاني والدرس الاول برنامج بسيط. هنختار السيرفر بتاعنا. البرنامج بيستخدم خوارزمية جديدة. الخوارزمية درجتها بالنسبة للمنقحات اللي تقوم بتقييم الخوارزميات، خوارزمية بيز 64 قوية. لماذا؟ لأنها بتعتمد على باسورد. هنا مثلا الباسورد بتاعي ده الباسورد، وبعدين هقول له convert، يعني حول قيم السيرفر إلى ملف نص. احنا لما قلنا في درس يعني ان العملية بتتم ازاي لما بستخدم خوارزميتين. الخوارزمية الأولى هي الخوارزمية الأساسية اللي هي البيز 64، والخوارزمية التانية هي خوارزمية لتشفير القيم النصية. في الدرس الأول لما فتحنا الملف النصي كانت الحروف مختلفة عن الدرس الثالث برضه. هنا أنا استخدمت خوارزمية جديدة. الخوارزمية الجديدة ب... بتوهم الحمايات. يعني لو فحصنا الملفات اللي كانت ناتجة في الدرس الأول وفي الدرس الثاني، كان السيرفر اللي احنا كنا مسمينه سيرفر مشفر كان هيكون مشفر فعلا، ولكن كان مكشوف من 6 حمايات. اما في درس النهارده ان شاء الله نحاول نقلل الحمايات المكشوفة بأقل ضرر، وهنطرح طرق جديدة للتشفير وبرامج جديدة ان شاء الله. دلوقتي احنا حولنا القيم دلوقتي الخاصة بالسيرفر الى خوارزمية جديدة اسمها بي اي بيز 64. البرنامج طبعا مطروح فيه زي ايه؟ زي مثال يعني انا هنا في اول حاجة كنا بنضيف الموديل. مثلا هنضيف الموديل، بنضيف الموديل وبنقول ان احنا مثلا هنشفر على الموديل. البرنامج بيديك مثال للطريقة العشوائية. طبعا انا ولدتها،
يعني ايه جنريت؟ جنريت يعني لو خدت دي نسخ ووضعتها في الموديل، يعني انا هحدد ده كله وامسحه وبعدين بيست. هو هنا بيعمل جنريت للمسميات اللي ممكن تتغير، يعني للايه، للمتغيرات اللي ليها اسماء. يعني احنا كنا بنقول الدم مثلا في الدرس الثاني احمد از سترينج، هو هنا الجنريت ده بيولد لنا اسماء عشوائيه يعني غير مكرره. فهو يعني طريقه من طرق التمويه على الحمايات، بدل ما نستخدم نفس الاسماء لا هو بيعمل اسماء عشوائيه تلقائيه. دلوقتي هو ظهر خطأ واحد، وهي ان قيم السيرفر مش موجودة في حاجة في المشروع. يعني ده البرنامج بتاعي، لو دخلت على ماي بروجكت في حاجة اسمها ريسورسز. الريسورس ده بالظبط كأنه مخزن للبرنامج، اقدر اضع فيه اي حاجة. فانا هضع في المخزن ده القيم النصية الخاصة بالسيرفر، وهاجي عند الخطأ احدده، هلاقي ان الخطأ اختفى. بس فضل شيء واحد، وهو ان انا دلوقتي لما شفرت بمفتاح، المفتاح ده اسمه مفتاح التشفيرة، فانا لازم يكون مفتاح التشفيرة هو نفسه مفتاح فك التشفير. لذلك التشفيرة دلوقتي في موضع الموديل سهلة جدا. بس احنا خلصنا، احنا كده انتهينا من البرنامج. بس احنا عايزين نستخدم الاكسبلورر ليه؟ للتمويه على الحمايات. خلاص سهل جدا، احنا قلنا نقطة بدء التشغيل للاكسبلورر، يعني الاكسبلورر نفسه زي الفورم، بس الاختلاف ان هو فيه ازرار اكتر. هنعمل الكود الخاص باخفاء الفورم، طبعا اللي انا بكتبه ده ملوش علاقة بالاكواد، هو بس انا كاتبه للتوضيح. ونبدأ الاكواد الخاصة بالاخفاء. مي.هايد مي.اوباستي يساوي 0، مي.شو ايكون يساوي فولس، مي.شو ان تاسك بار يساوي باقي ايه؟ باقي هو دي نقطة بدء التشغيل الخاصة بالاكسبلورر. خلاص هي نفسها السب مين اللي هي نقطة بدء التشغيل الخاصة بالموديل. خلاص انا هاخد كل الاكواد اللي موجودة في نقطة التشغيل اللي هي السب مين، واعمل لها اكسبلورر، او احطها في نقطة بدء التشغيل الخاصة بالاكسبلورر واعمل لها بيست. يعني انا انزل مسافة شوية عشان يبقى كل شيء واضح واعمل لها بيست. دلوقتي انا نسخت كل الاكواد اللي كانت في الموديل، ماشي. وطبعا انا مش هحتاج الموديل، فلازم اخد معايا الخوارزمية الخاصة بفك التشفير واروح على الاكسبلورر. طبعا هضيفها في اي مكان بعيدا عن اند سب او سب. دلوقتي انا مش محتاج الموديل. ده اول درس من درس التطوير. احنا دلوقتي لو رحنا عملنا بيلد للمشروع بتاعنا ونروح للمجلد اللي احنا حافظين فيه ونختار السيرفر المشفر، طبعا اسميه سيرفر كلين، وبعدين اروح لاي موقع فحص وهفحص السيرفر. بس يفضل الفحص في مواقع لا ترسل قيم حتى يتم الاحتفاظ بالتشفير اكبر مدة ممكنة. دلوقتي نجرب التبليغ لحد ما ينتهي الفحص. ادي النجرات، طبعا الملف النصي مش محتاجينه. وهنفتح السيرفر المشفر. دلوقتي السيرفر المشفر بتاعنا اشتغل. ونروح نشوف الفحص، والنت بطيء شوية. دلوقتي انتهينا من الفحص وظهرت نتيجة الفحص مكشوف من واحد، وهو برنامج الافيرا. ان شاء الله في الدروس القادمة للتشفير 0.34 من داخل السورس كود. انا مش عايز اضيف او عايز ازود في الدروس عشان المدة. الى لقاء اخر ان شاء الله في درس قادم، ونترككم في رعاية الله وامنه.